افتتاح الجامع الحرام على أسوار القاهرة. ده كان خبر الزمان سنة 1417 في عصر السلطان المملوكي المؤيد شيخ. المؤيد شيخ هو واحد من السلاطين المماليك اللي اتولد سنة 1368 واتباع وهو عمره 12 سنة للسلطان برقوق، اللي بعد كده عتقه واهتم بتربيته عشان يبقى واحد من أخلص المماليك بحشية السلطان برقوق. كعادة المماليك اللي كان عندهم شوية بارانويا، كان بيعملوا حاجات خير وحاجات شر في نفس الوقت، بالرغم إن السلطان برقوق كان ليه دور كبير جدا في تربية المؤيد شيخ، إلا إنه بعد وفاة السلطان برقوق وتولي ابنه فرج ابن برقوق السلطنة، بينقلب المؤيد شيخ على فرج ابن برقوق هو ومجموعة من المماليك الظاهرية ومماليك الأمير منطاش. بسبب الفوضى اللي حصلت أثناء الانقلاب على فرج ابن برقوق، بيتقبض على المؤيد شيخ وبيتحط في سجن خزانة شمائل اللي موجود في سور القاهرة عند باب زويلة. المؤيد شيخ وهو في السجن بيندر ندر إن هو لو ربنا نجاه وطلعه من السجن ده سليم ومسكه السلطنة، هيهد السجن ده ويبني مكانه جامع من أحسن جوامع القاهرة. فعلا بيتفك سجنه، بيجتمع الأمراء المماليك سنة 1412 عشان يتفقوا إن المؤيد شيخ يكون السلطان على مصر والشام والحجاز. بعد 5 سنين من تولي المؤيد شيخ حكم مصر، بيقرر إن هو ينفذ الندر اللي ندره وهو موجود في السجن، وفعلا بيقوم بهد سجن خزانة شمائل وبيشتري الوكالات اللي كانت موجودة جنبه عشان يبقى عنده مساحة كبيرة يقدر يبني بيها جامع كبير يكون ضرة الجوامع اللي موجودة في القاهرة. بالرغم ان في كتير قوي من المصادر التاريخية بتشكر في فترة المؤيد شيخ وفي شخصه، وان هو كان راجل ورع وتقي وكان بينزل يشرف على الأسواق بنفسه، إلا أن بعض المؤرخين زي ابن إياس بيقول لنا على سلوك تاني خالص للمؤيد شيخ. ابن إياس بيوصف المؤيد شيخ إن هو كان راجل بخيل، وفترته كانت من أكتر الفترات قحط وفقر على البلد، لدرجة إن الجامع اللي بناه عن طريق سرقة الرخام من البيوت. أيوة زي ما سمعتوا كده، كان بيبعت الجنود وعمال البنى للبيوت الكبيرة بتاعت صفوة القوم في القاهرة عشان يخلعوا الرخام بتاع البيوت ويستخدموا في بناء الجامع بتاعه. كمان راح لواحد من أجمل المساجد المملوكية اللي موجودة لحد دلوقتي، هو مسجد السلطان حسن، وفك الباب النحاس الكبير بتاعه وخد التنور النحاس اللي كان موجود في صحن الجامع، وكمان خد النجفة الكبيرة النحاسية اللي كانت موجودة عشان يحطها في الجامع بتاعه. سنة 1417 بيتم افتتاح جامع المؤيد شيخ اللي موجود بالظبط جوه سور القاهرة، والمئذنتين بتوعه موجودين فوق باب زويلة، وكان افتتاح كبير جدا لدرجة ان الفسقية بتاعة الجامع كان محطوط فيها مية بسكر، وكان بيوزع الهدايا على المدعوين والمصليين عشان يبقى واحد من أجمل المساجد اللي موجودة لحد دلوقتي من أيام الدولة المملوكية. برغم الافتتاح الكبير اللي عمله والصرف اللي صرفه على الجامع، إلا أن الناس ما بتنساش أن هو جاب مواد البناء اللي بنى بيها الجامع من سرقة البيوت وسرقة المساجد التانية، عشان كده الشعب سماه الجامع الحرام. وكل ما كان بيتقبض على واحد بسبب ان هو مش عايز يصلي في الجامع لان هو مسميه الجامع الحرام، كان بيحور ويقول ان هو بيقول عليه الجامع الحرام عشان من جماله بيشبهه بالمسجد الحرام اللي موجود في مكة. في اخر حياته بيرتكب المؤيد شيخ غلطة كبيرة جدا. بعد انتشار الطاعون بيجي الأمراء المماليك للسلطان المؤيد شيخ وبيقولوا له خبر إن ابنه إبراهيم بيحاول إن هو يسيطر على الأمراء المماليك عشان ينقلب عليه ويعزله من الحكم ويمسك الحكم مكانه. وبيصدق فعلا السلطان المؤيد شيخ الخبر ده، وبيقوم بدس السم البطيء في الحلاوة اللي بياكلها ابنه إبراهيم، اللي بيموت بعد 3 أيام متأثر بالسم. وبعد ما بيموت بيعرف السلطان مؤيد شيخ إن هي كانت مؤامرة من المماليك عليه، وإن ابنه إبراهيم ما كانش في دماغه إن هو ينقلب عليه ولا حاجة، فبيندم عليه أشد الندم وبيأمر إن هو يدفن في الجامع الكبير اللي أنشأه المؤيد شيخ. وبعد سنين قليلة جدا بيلحق بيه المؤيد شيخ وبيموت من حزنه
سنة 1421 وبيدفن في نفس الجامع اللي أنشأه المؤيد شيخ المعروف بالجامع الحرام.